نادي الزمالك عامل زي شريط الكاسيت. اللي منكم حضر ما قبل الديجيتال اوديو، الايبودز والام بي 3 والسي ديز، كان زمان لما ينزل ألبوم جديد نجري جري نشتريه في شريط كاسيت. كنا نشغل الشريط، ولو أول أغنية وحشة أو مسخة نقلب الشريط، ولو برضه لقينا أغنية وحشة أو مسخة نقلب تاني، ونقعد نقلب في الشريط لغاية لما نلاقي أغنية عدلة تتسمع. أهو الزمالك كده بالظبط. الوش الأول كان لبليبو وأحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم، وهارونا تصريحات وتهديدات ووعود، وعندنا خطة، ووزعنا الملفات، وتحس ان هم زي افلام التمانينات كده وانتشروا. وبعد ما جابوا ظرافها وخربت اكتر ما كانت خربانة، الناس اكتشفت ان كل اللي اتقال على مدار سنة ده هجايص ومفيش منه. قلبوا الشريط، وعلى الوش التاني لقينا ميدو وزوما والجنايني والعدل وشركاه، وهتك يا تصريحات وتلقيح ووعود واجتماعات، ولن أتزحزح ولم أتنحنح. وكالعادة انتشروا على كل ما له علاقة بالميديا لتثبيت والضحك على جمهور الصفوة، بالكيد المعتاد والتطاول أحيانا، والتلقيح اللي جمهور الصفوة بيسميه الحرقان. وفجأة تكتشف إن لا في حسين لبيب ولا أحمد سليمان، ناس دي اختفت. حتى عمرو أدهم غيروا الإيميل بتاع النادي من غير ما حد يقول له. وهنفضل في الهيصة دي لغاية لما الوش ده يلبس النادي في الحيطة. ساعتها هنقلب الشريط تاني واللي بعده. ميدو طالع الوش التاني من الشريط يقول لنا إن معاه شيكات مفتوحة للتعاقد مع أي لعيب في الأهلي، وإن في 2 لعيبة من الأهلي كلموه عشان عايزين يروحوا الزمالك. قبل ما نشوف حكاية لعيبة الأهلي اللي عايزة تروح الزمالك دي، نحب الأول بس نوجه نداء للسادة المسؤولين في التأمينات والضرائب والأوقاف وهيئة استاد القاهرة واتحادات الكورة والسلة واليد والطايرة وباتشيكو ونداي ومن يستجد. رجاء الحقوا خدوا فلوسكم من ميدو قبل ما يصرفها في الهلس. على المستوى الشخصي كلام ميدو استفزني جدا. هموت واعرف مين ال2 لعيبة اللي كلموه، لان لو عندنا لعيبة بالغباء ده لازم نخلص منهم وقتي. لان اللعيب اللي بعد ما شاف وسمع كل اللي بيحصل في الزمالك وعايز يروح هناك برجليه، ده يستحق نوصله بايدينا ومعاه كارت شحن هدية. انا سمعت ان رامي ربيعة عايز يروح الزمالك، اصله زهق من المجد والبطولات وكاس العالم والشعبية والفلوس والاعلانات. عنده طموح انه يكسب الكونفدرالية المؤهلة لكاس المحنان الدولي. والزملكاوية من الناحية التانية بيقولوا لو خدنا رامي ربيعة، رامي معاه 6 دوري ابطال واحنا معانا 5 وكده 11، يبقى فاضل لنا واحدة ونبقى زينا زي الاهلي. يبقى اكيد رامي ربيعة واحد من ال2. التاني اكيد ياسر ابراهيم لانه زملكاوي من صغره. انا حاسس اننا هنقلب الشريط قريب قوي. ناس ما عندهاش دم.